السلام عليكم، انا انس خالد، والنهارده حلقه ايرادات السينما المصريه في الفتره الاخيره. يعني هنذكر اكتر 10 افلام لموا ايرادات بشكل اسبوعي، يعني اخر اسبوع دول اكتر 10 افلام لموا ايرادات فيه. وهنذكر الايرادات بتاعتهم الاسبوعيه والايرادات الكليه. من غير ما المقدمه طول نروح للمركز العاشر. في المركز العاشر فيلم الخميس اللي جاي، واللي لم ايرادات 305 الف جنيه، وايراداته الكليه 3 مليون 535 الف جنيه. ونروح للمركز التاسع. فيلم عازف المسمار، واللي إيراداته الأسبوعية 309,000 وإيراداته الكلية 309,000 برضه. ونروح للمركز الثامن. فيلم العميل صفر، واللي رمى 471,000 جنيه كإيرادات أسبوعية، و41 مليون 791,000 كإيرادات كلية. خمسة في عيني طبعا ما بنقولش، بس يعتبر ده من أكتر الأفلام اللي لمت إيرادات في السنة. وخش على المركز السادس. فيلم وش في وش، واللي لم ايرادات اسبوعيه 605 الف جنيه، وايرادات كليه 34 مليون و182 الف. وفي المركز الخامس فيلم تايجر الجزء الثالث، واللي لم ايرادات اسبوعيه 719 الف جنيه، وايرادات كليه برضه 719 الف جنيه. ونروح للمركز الرابع. فيلم فوي فوي فوي، واللي لم ايرادات 773 الف جنيه كايرادات اسبوعيه، وايرادات كليه 31 مليون و72 الف جنيه. وفي المركز الثالث فيلم مارفل، واللي لم 844 ألف كإيرادات أسبوعية، 2 مليون 962 ألف كإيرادات كلية. ونروح للمركز الثاني. فيلم بلو مونتو، واللي لم إيرادات أسبوعية مليون 760 ألف، وإيرادات كلية برضه مليون و760 ألف. ونروح للمركز الأول وأكتر فيلم لم إيرادات في الأسبوع الأخير في السينما المصرية. فيلم ألعاب الجوع، واللي لم إيرادات أسبوعية 1789 ألف، وإيرادات كلية 1789 ألف. وكده ألعاب الجوع هو أكتر فيلم في السينما المصرية لم إيرادات في الأسبوع الأخير. ولكن أكتر فيلم لم إيرادات كلية موجود في القائمة دي هو فيلم العميل صفر بمعدل 41 مليون 491 ألف جنيه. وبس كده يا معلم. تعودك الحلقة، متنساش المتابعة، وسلام.